رجعت من المصيف وفجأة حسيت بمغص وإسهال وقيء مستمر. خلي بالك ده مش مجرد برد عادي، ده بنسبة كبيرة نزلة معوية، ومن غير تحاليل صعب تعرف السبب الحقيقي. ايه هي النزلة المعوية؟ ببساطة هي التهاب في المعدة والأمعاء، وبتنتشر عن طريق الفيروسات والبكتيريا. من أهم أسباب النزلة المعوية أكل أطعمة مكشوفة أو من مطاعم غير نظيفة، شرب ألبان أو عصائر محفوظة غلط، تسمم غذائي أو عدوى فيروسية. طيب إمتى نعمل التحاليل؟ لو لقيت عندي إسهال مستمر أو دم في البراز أو قيء مستمر أو حرارة مرتفعة، أو لو حسيت بجفاف أو مغص بالبطن أو إرهاق عام وفقدان شهية. طيب ومن أهم التحاليل اللي أقدر أعملها في الحالة دي، أول حاجة لازم أعمل ستول أناليسيز أو تحليل براز عادي، أو ستول كالتشر مزرعة براز، أو CRP الخاص بالميكروب، أو صورة دم كاملة، أو التحاليل الخاصة بالإلكترولايت زي الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد. وفي معامل صحتي هتلاقي الطاقم الطبي اللي يعمل لك التحليل المناسب لحالتك بأعلى دقة وأفضل جودة وأسرع وقت إن شاء الله. كان مع حضراتكم دكتور محمد مسعود، مدير معامل صحتي. أتمنى لكم حياة سعيدة.